بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا يا أخوان هذه شجرة العشرة، اسمها شجرة العشرة. شوفي هذه ثمرتها تشبه الفلفل الرومي، وهذا ورقها، هذه الأوراق حقها. طبعا هذه أوراق صغيرة، في منها برضه أوراق كبيرة وكذا. هذه الشجرة علاج لآلام الظهر، علاج فعال وسحري سبحان الله وقدرة الله. أنا مجربها شخصيا، علاج فعال لآلام الظهر جدا جدا جدا. يعني جربوها وشوفوا والله تدعوا لي. هذه الشجرة تاخذ، طبعا أنا علمني عليها أخ سوداني، تاخذ الورقة. طبعا الحليب حقها هذا يعتبر سام، لأنه إذا فركت فيه عيونك تصاب بالعمى فورا، سام جدا الحليب. هتاخذ الورقة وتحطها الله يكرمكم في الحذاء بالشكل هذا، وتلبس عليها أو على الشرابة اللي لابس جزمة. هذه الثانية. طبعا الحليب هذا أو السائل اللي يخرج منها سام جدا، يعمي العيون، احذروا منها. بس هي ما تضر إذا مثلا لامست الجلد من الخارج، بس واحد يغسل رجوله أو يدينه وخلاص. تنلبس الله يكرمكم، معليش اعذرونا، كذا بالشكل هذا. ما تكمل معكم دقيقة بالضبط، تشيل آلام الظهر، اللي عنده انزلاق، اللي عنده كذا، اللي عنده شد عضلي، اللي عنده أي ألم في الظهر تشيله. طبعا هي معروفة الشجرة، هذا ورقها. شو سبحان الله العظيم، هذا الحليب حقها نزل بالورقة اللي قطعتها. هذه ورقتها، في أكبر طبعا، وهذه ثمرها تشبه الفلفل الرومي. انشروها يا أخوان، لأن هذه أنا مجربها شخصيا، ما أقول لكم قال لي فلان أو كذا، علمني عليها أخ سوداني، والحمد لله جابت معي نتيجة. يعني مثلا لو لبستها الآن وامشي بها خلاص، مجرد ما أمشي بها ما تكمل دقيقة إلا وأنا ما عاد أشعر بالألم أبدا. هذه طبعا يا أخوان شوفوا ثمرتها، هذه ثمرتها تشبه الفلفل الرومي. طبعا تصوير في الليل ما حيكون واضح، ومنتشرة جدا. شوفوا هناك واحدة بس كبيرة، منتشرة في الأراضي، في كذا، في كل مكان، في جدة، في الخميس، في أبها، في اليمن، في السعودية، في كل مكان منتشرة الشجرة هذه. سبحان الله والله مثل السحر يا جماعة. ادعوا لي، جربوها وادعوا لي. السلام عليكم.